اهلا بحضراتكم من جديد. شكرا الزميل علي محمد علي. هكذا اذا اسدل الستار على المباراه الافتتاحيه لكاس الامم الافريقيه مصر 2019 بفوز منتخب مصر بهدف دون مقابل على زيمبابوي. مبروك لمصر، ودعونا نذكركم بالهدف الوحيد لهذه المباراه والذي جاء في الشوط الاول من عمرها في الدقيقه 41. كانت مصر تتقدم عن طريق محمود حسن تريزيجيه مسجلا الهدف الاول في هذه المباراه وفي هذه البطوله حتى الان. هذا الهدف أعطى النقاط 3 لمنتخب مصر، وأعطاها كذلك صدارة مؤقتة لهذه المجموعة ب3 نقاط متقدمة أكيد على زيمبابوي، وبانتظار المباراة الأولى لمنتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا. ده مع كابتن نبيل المعلول بالحديث عن هذه المباراة. فرص أقل، أداء أقل من المنتخبين في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول. ممكن منتخب الزيمبابوي كان أفضل في بعض الحالات، في بعض اللقطات. المنتخب المصري كان أقل بكثير من الشوط الأول، يعني خاصة من الناحية البدنية. نزل المستوى البدني للفريق، المعادلة الهجومية ما كانتش موجودة. التغييرات حسب رأينا الشخصي أثرت شوية نوعا ما، لأنه اللاعبين اللي كانوا يمسكوا الكرة في الخط الأمامي ويحضنوها ويخليوا لاعبي خط وسط الميدان والخط الخلفي يتنفسوا شوية نوعا ما لما يعتركوهم. خرجهم المدرب. تقصد إخراج مروان؟ اخراج طبعا، اخراج مروان، اخراج تريزيجيه، ايضا اخرج اللاعبين اللي موجودين قدام الكل. حتى معناها عبد الله السعيد اللي وراء المهاجم خرجوا، يعني 3 لاعبين اللي موجودين ما عدا محمد صلاح. فال4 لاعبين اللي موجودين من قدام خرج صانع الالعاب اللي موجودين امام اللاعب الارتكازي اللي هو عبد الله السعيد. اخرج اللاعب اللي موجود على الجهه اليسار. صلاح كان اكثر خطوره، لمس الكره اكثر عندما كان على الطرف قبل أن يتحول لمركز المهاجم في النص ساعة الأخيرة. مكانه تريزيجيه تلعبوا مهاجم وقت اللي باش تغير طريقة لعبك، وقت اللي بتولي باش تلعب بالكونتر اتاك، وقت اللي باش تولي طريق يعني منطقة افتكاك الكرة في نصف ملعبك تتأخر كثير وتولي تلعب على محمد صلاح وتخليه هو موجود ولا مع مهاجم ثاني وقتها. لكن لما تكون تصنع في اللعب وتعمل في اللعب مثل ما هو حال المباراة هذه بالنسبة للمنتخب المصري، أهم شيء يقعد في المكان نتاعو أو في مكانه ويدخل كعمق وسط الميدان كصانع العاب وراء المهاجم، مثل ال1 2 وال1 2 3 اللي عملهم في العديد من المرات. اهم شيء معناها في هذه المباراه هو المنتخب المصري خرج ب3 نقاط اللي هي مهمه جدا في مثل هذه المباراه. حضراتكم من جديد. كابتن وائل، مبروك الفوز. ما هي الدروس التي يمكن ان نخرج بها من المباراه الافتتاحيه؟ يعني مبروك طبعا الشعب المصري كله يا محمد. افتتاح مبهر من تنظيم وبدايه البطوله من جميعه. بالنسبه للمباراه فنيا، الشوط الاول قدمنا اداء مقنع جدا، كان ممكن نسجل اكتر من هدف. الشوط الاول اضعنا اكتر من فرصه، تراجع الاداء الشوط الثاني بطريقه واضحه. وصلنا لمرمى فريق زيمبابوي مره واحده بكره محمد صلاح اللي سددها بيمينه. غير كده حصل هبوط كبير في المستوى البدني عند اللاعبين. الفريق الزيمبابوي تجرأ الشوط الثاني شويه، لعب بشجاعه، وصل لمرمانا من خلال التسديدات والتحولات بسرعه من الناحيه الدفاعيه الناحيه الهجوميه. التراجع البدني مع التغييرات اللي اجراها اجيري اشوف ان هي اضرت بالمنتخب المصري بشكل كبير. دي الفرصه الوحيده اللي اضاعها محمد صلاح الشوط الثاني. خروج مروان كان انا اشوف حتى لو هو عايز يخرج مروان كان ينزل احمد علي او احمد علي لاعب قوي وهيقوم بنفس الدور اللي قام بيه مروان في الصندوق. كان يساعد صلاح وكان يساعد تريزيجيه. يساعد صلاح. خطورته دايما يا محمد انه يجي بوشه، انه يستلم الكوره ويجي للمدافعين، انما هو كده سلمه للمدافعين. هو كده سلمه للمدافعين بسهوله. الرقابه بقت سهله جدا عليه. تراجع عبد الله الشوط الثاني. اللي يستحق بصراحه الذكر والثناء الشوط الثاني طارق حامد، قدم مجهود كبير جدا، قطع كرات كتير جدا، تحمل عبء خط الوسط تماما مع محمود علاء وحجازي. ال3 الشوط الثاني كان دورهم واضح جدا جدا. الدروس المستفاده الشوط المباريات اللي جايه يا محمد، التغييرات لازم تكون بحساب، توزيع الجهد، لان انا حاسس في المنتخب الشوط الثاني بلا قائد اللاعب اللي يتحكم في رتم الاداء، اللاعب اللي يتحكم في تحركات ومين يهاجم ومين ما حسيتش بدي في الشوط الثاني يا كابتن نبيل. حسيت ان احنا بنلعب يعني بدون تخطيط. الخطوط شفناها مع بعض انا وياك، كنا بعاد. هو ده اللاعب الغايب. انا فاكر في 2006 ومحمد موجود معاه، كان في اكتر من لاعب في الملعب، كلنا دايما كنا قريبين من الملعب، ندافع ننزل كلنا قريبين. احمد حسن كان موجود، ابو تريكه كان موجود، اكتر من لاعب كان موجود في نص. محمد شوقي كان لاعبين كتير عندهم الحته قرايه والاحساس بالفريق. النقطه دي مهمه جدا.
اتفضل. هذه خريطه تحرك ولمسات محمد صلاح الكره دايما خطورته كانت من هنا، من الجنب اليمين يا محمد والدخول للداخل، انما اخر فتره اللي خرج فيها مروان ولعب محمد كمهاجم سلمه للمدافعين، بقت الامور اسهل على الدفاع. لجأنا كمان للكرات الطويله لما خرج مروان، ودي كانت نقطه غريبه جدا. دعونا الان نستمع لتريزيجيه صاحب الهدف الوحيد لمصر في هذه المباراه متحدثا بعد نهايه اللقاء. الحمد لله احمد ربنا يخليك رب، والحمد لله على ال3 نقط، ده اهم حاجه. احنا دلوقتي في المجموعه وعايزين نطلع ان شاء الله اول. هدفنا الاول والاخير هو ال3 بونت، فالحمد لله حصلنا عليهم، وان شاء الله الماتشات الجايه باذن الله نبقى احسن ونقدر نفرح الشعب المصري ان شاء الله بالبطوله باذن الله. تريزيجيه انت اخذت القرار في لحظه انك انت تشوط. طبعا هو الكوره من بدايتها انا واخدها من الاول، عديت واخد القرار ان انا اخد الكوره ديت احطها جون، واخدها من الاول الحمد لله. طبعا كله توفيق من عند ربنا، بس انا واخد القرار من الاول ان انا هعمل كده، والحمد لله ربنا وفقني فيها. ومش انا بس، ده تعب الفرقه كلها وتعب الجهاز الفني وتعب الناس كلها اللي بتتعب معانا، حتى الناس اللي بتامننا وكل حاجه من الحاجات ديت مش تعب لوحدي. فان شاء الله نقدر نفرح الشعب المصري باذن الله. تريزيجيه يعني الناس كانت تتعشم ان يكون في هدف واثنين وثلاثه، طبعا انجاز الفوز يعني شيء جميل، لكن الكل كان متعشم ان تكون نقطه البدايه قويه باحراز اهداف اكثر من ذلك يعني. لا هو طبعا الناس كلها بتتعشم، بس الماتش صعب، مفيش ماتش سهل. البطوله كلها الفرق كلها اللي موجوده في البطوله فرق قويه، واحنا اهم حاجه ناخد 3 نقط سواء بالاهداف او بقله الاهداف. اهم حاجه ناخد 3 نقط، وبعد كده ان شاء الله اما نخش بقى في دور ال8 باذن الله نبقى باذن الله لازم نكسب. يعني هو الماتش كله لازم تكسب، مش لازم سكور وكده عشان الناس تتبسط وكده. الحكايه كلها احنا لو خدنا البطوله الناس كلها تتبسط، ده اهم حاجه. شكرا لاحمد وايضا لتريزيجيه، وربما نتفق مع تريزيجيه بان الفوز في هذه المباراه مهم، وهذا الفوز قد يكون على اقوى فريق في المجموعه. يعني هو برضه كان خصم مجهول او منتخب مجهول. المباراه الافتتاح دايما بيبقى لها حسابات معينه، اهم حاجه الفوز. كنت اتمنى ان احنا نقدم اداء افضل من كده، اداء مقنع افضل من كده، انما ما علينا الايجابيات اللي احنا خدنا 3 نقاط. فوز في ايجابيات كبيره جدا. محمود علاء قدم نفسه كمدافع ممتاز. طارق حامد مباراه عن مباراه يبرهن انه لعيب، اهم لعيب خط وسط موجود في المنتخب الحالي. فالايجابيات كبيره جدا. المنظومه الدفاعيه بتاعتنا نوعا ما عانت او وصل لها فرص، انما كانت بشكل ايجابي. حاجه ثانيه من الحاجات السلبيه، في بعض الاحيان اللعيب ما بيبقاش في يوم، ايضا المدرب في بعض الايام ما بيبقاش في يوم. اجيري النهارده ما كانش في يوم، لم يوفق في تغييرات طبعا. وده اثر على اداء المنتخب. صلاح زي ما بقول طبعا كل المنافسين هيركزوا عليه وازاي يراقبوه. دايما المساحات اللي بتخلق حوالين صلاح لازم دايما اللاعبين الاخرين يستفيدوا منها. حاجه تانية، الانانيه ربما في الثلث الاخير اثرت على الاداء الهجومي بالنسبه للاعبي منتخب مصر. الانانيه في بعض الاحيان، انا عايز اجيب الجون انا لنفسي، لا، في بعض الاحيان القرارات لازم تبقى للعيب الاخر، اللعيب الزميل. فدي حاجات لازم نركز عليها، لان الماتشات اللي جايه ماتشات صعبه. الماتشات الافتتاح دايما بيبقى فيها خصوصيه. زيمبابوي قدمت مباراه كبيره، اداء فريق منتخب مكافح، ظهر بعض المساحات في وسط الملعب. اجيري عاوز يعيد سيطرته للمباراه ثاني بالزياده العدديه في وسط الملعب، ما كانتش التغييرات المطلوبه، فقد وسط الملعب. حاجه ثانيه من المنتخبات الكبيره لما بتبقى سيء بتكسب، ودي كويسه تحسب لينا ان احنا برضو مش الاداء المقنع او الاداء اللي كانت الناس منتظراه، انما كسبت. فبالنسبه لي الاداء المجمل اليوم يوم مميز، بدايه من فقرات الافتتاح، بدايه من الشوط الاول اللي خلقنا فيه فرص كتيره، انما الشوط الثاني كان اقل، الريتم اقل، فقدنا فيه سيطره في وسط الملعب، ظهرت مساحات كبيره وخطوره للمنتخب الزيمبابوي، انما في المجمل بدايه موفقه لمنتخب مصر. اتمنى ان شاء الله ان احنا، وان ده اللي متاكد منه، اللي احنا هنعلى مع مستوى البطوله، هنعلى مع المنافس. كلما المنافس كان شرس وقوي، كلما كان المنتخب المصري في المستوى المأمول بالنسبه لي. شعورك الناس تهتف باسمك دقيقه 22؟ لا، حاجه طبيعيه. المنتخب الشعب المصري دايما ما تعرفش تضحك عليه، اللي بيخرج من القلب يصل للقلب، ومش مين اللي هيقدر يحكم او يقول لك مين ازاي تحب بلدك. احنا كلنا هنا موجودين. اول واحد لو بلدي فين لازم انا اخدمها. انا احب بلدي من بعناية بقلبي، ما حدش يوجهني، انما انا عارف ان المنتخب ان انا بلدي، انا بحب بلدي، لان اللي صنع اسم ابو تريكه صنع اسم وائل الناس الموجوده في الشعب المصري. انا بحب الشعب المصري، بحب مصر، ومش محتاج لهتافات الناس اشكرهم عليها طبعا، انما مصر ستظل في القلب.
مصر لو طلبت مني عينيا وقلبي انا تحت امرها. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.